أحد عمران من اليمن. الوداع الأخير إلى روح ولدي الذي مات غرقا قبل عامين أثناء زيارته لوالدي. ودعته، كان خوفا بالغا سفره، وكان خوفي أبا لم يغنه حذره. ودعته، لم أكن أدري بأن يدا جريئة من أيادي الماء تنتظره، وأن موتا كثيفا سوف يحمله إلي نعشا نما من قسوة شجره. ودعته، كان شيء ما يرافقه، شيء غريب أشاع أنه قدره. يا وجهه مستقلا ظهر راحلة سريعة، والدروب السود تقتصره، وسامة ضحكة خجلة تصورها لأعيني، موسما أغرى الردى ثمره. في مقلتيه نهار من سعادته، وفي ضلوعي مساء موحش قمره. ما كنت أدرك ما أسرار لهفته إلى القرية حتى جاءني خبره. الحزن ينحت روحي من جوانبها، وعارض من أسى يجتثني مطره. فمن يعير فؤادي أم حكمته، ومقلتي نبيا من طفى بصره. شكرا جزيلا. أعتقد أن هذه القصيدة أولا عرفت المصدر الصحيح في بناء القصيدة، خاصة في هذا البدء ودعته، وهي ما تذكر بقصيدة ملهمة. وعلى أي حال ربما ودع ذلك الشاعر وطنه، ولكنك أيضا الأبناء أوطان. رحم الله الابن، وهذه قصيدة من أجود القصائد، ولا أقول أجمل لأنها رثائية. شكرا جزيلا، وأنا أجيز هذه القصيدة. اسمك عامر وقصيدتك عامرة بكل خير إن شاء الله. أجيز قصيدتك وأرجو لك كل التوفيق. شكرا. من القصائد التي استوقفتني طويلا عند فحص هذا العدد الهائل من قصائد المتقدمين، ولا أبالغ إذا قلت إنني قد قرأتها 10 مرات يومئذ، لا لأعرف قيمتها الفنية، بل لأصل إلى لذعة الفقد الحارقة في روح هذا الشاعر. أنا أجيز القصيدة وأهنئك بها. شكرا جزيلا. والقصيدة مجازة بالإجماع.